اهلا بيكم في فيديو جديد، ورجعت لكم بفيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. قائمه جديده ومميزه، والمره دي مش افضل افلام شفتها في حياتي. هي ممكن تمشي كده على فكره، بس لا، 13 سلسله افلام عظيمه. هي افضل سلاسل الافلام اللي انا شفتها من بين كل الترولوجيز، او اي فيلم ليه اكتر من جزئين فكان موجود في المقارنه دي. في افلام عظيمه هتكون موجوده في الفيديو ده، فلو انت لسه ما شفتهاش لحد دلوقتي فيعني انت محتاج تراجع نفسك في اختياراتك للافلام اللي انت بتتفرج عليها. فمن غير كلام كتير بقى، وقبل ما نبدا القايمه ما تنساش ان انت تثبت وجودك، تنزل تعمل لايك للفيديو، ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده لو حابب ان انت تشوفني تاني، واوعدك هتنبسط بالقناه. نبدأ بالقايمة بقى على طول، يلا بينا. نبدأ بالسلسلة في المركز ال13، السلسلة الكوميدية الوحيدة الموجودة في الفيديو ده، من أفضل وأنجح الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما، من بطولة جاكي شان وكريس تاكر. أيوة، هي أفلام راش أور. خلي بالك الأفلام اللي تصنيفها كوميدي دايما بتتظلم من النقاد وحتى الجوائز، لأن الكوميديا بالنسبة لهم ما تعتبرش رسالة فيلم. بس احنا هنا بقى يا باشا قناتنا، واحنا حرين نحط الأفلام اللي احنا عايزينها. أفلام راش أور من أكتر الأفلام القابلة لإعادة المشاهدة، ومش هتزهق منها أبدا. لو عملت قايمة لأفضل الأفلام الكوميدية فاكيد راش اور هتكون من التوب 5. نروح بقى لسلسله الافلام في المركز ال12، وهنا ممكن حد يتخانق معايا، انا عارف، هيقول لي المفروض ان الافلام دي تكون في مرتبه اعلى من كده. افلام قراصنه الكاريبي او بايرتس اوف ذا كاريبي. عشان اكون صريح معاكم يعني، فانا شفت الافلام دي تقريبا من سنه بس فعلا ما اعرفش اتاخرت ليه ان انا اتفرج عليه. بس الناس اللي شافت الفيديو اللي فات فهي عارفه، لان انا اتكلمت على الموضوع ده. في افلام كده انا ما بعرفش اتفرج عليها، بفضل اجلها، بيبقى الناس حرفيا كلهم شافوها، انا مش عارف. المهم اللي يعرف الموضوع ده يقولوا لي تحت في الكومنتات. الصراحه ما كنتش هحطها في القايمه، بس يمكن من شهر كده رجعت اتفرج على السلسله دي من اول فيلم، وبعد ما خلصتها فقلت لا، هي فعلا تستحق ان هي تكون موجوده في القائمه. كفايه كاريزما جوني ديب الصراحه مش طبيعيه، كميه متعه في الافلام دي كده، ما بتحسش ان الفيلم بيخلص الا لما الكريدتس تطلع لك في الاخر. فلو كنت عامل زيي ولسه ما اتفرجتش على السلسله دي فهتندم لما تتفرج عليها ان انت كل ده ما شفتهاش. على طول بقى نخش على المركز ال11، سلسله افلام من الاشهر واللي بسببها بدات افلام تانية تاخد نفس الطريق بتاعها املا ان هي تنجح. احنا بنتكلم عن افلام ذا هانجر جيمز. بعد ما اتعرضت والنجاح الكبير اللي حصل لها، شفنا افلام تانية مثلا زي ذا ميز رانر، دايفرجنت، وانا هنا مش بقلل منهم خالص، هي افلام كويسه، وبالعكس ذا ميز رانر انا بحبه، بس ذا هانجر جيمز عملها قبلهم واجمد كمان. لعبه البقاء على قيد الحياه، ووقتها يعني كانت قصه يخرب بيت الاثاره وانت بتتفرج عليها لاول مره. اللي شاف السلسله دي زمان ايام ما كان عليها هايب كده هيفهم قصدي. كنت عاوز احطها في ترتيب اعلى من كده بصراحه، بس الافلام الجايه يعني ما لقيتش فيلم اقدر انزله تحت شويه. فاحنا كده بقى هنروح لسلاسل افلام التوب 10. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل اعمل لايك حالا. من افضل افلام المغامرات اللي انت ممكن تتفرج عليها سلسله افلام انديانا جونز. فكره الافلام دي كده قريبه شويه لافلام جيمس بوند من ناحيه الشهره والفكره، في ان هي مركزه على شخصيه بطل القصه هنري جونز اللي بيتعرف بانديانا جونز. هو مكتشف واستاذ تاريخ وعلم اثار، الحكومه بتطلب منه مهمات وبنشوفه كل جزء في قصه واحداث ممتعه لابعد درجه. وطبعا السلسله مشهوره ومعروفه، وهي من اهم سلاسل الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما بالنسبه لي، لان انا ما لحقتهاش من اول فيلم فما استمتعتش بيها زي ناس تانية كتير، على عكس بقى سلاسل افلام تانية شفت معاها اول فيلم لحد بقى ما خلصنا السلسله باخر فيلم، وهقول لكم عليهم في الفيديو بس لما نوصل لهم. السلسله رقم 9 معانا وهي افلام بلانيت اوف ذا ايبس. متعه ومشاعر ما تتوصفش بصراحه في الافلام دي، ملحمه وصراع بيحصل بين البشر والقرود. الافلام دي اظن ان كتير هياخد باله ان هي كانت بتتعرض على ام بي سي 2، لكن لما ترتب بقى الافلام دي وتتفرج عليها ورا بعض فانت بتتفرج على قصه عظيمه ومنطقيه بنسبه كبيره، تخليك تسال نفسك كده ماذا لو. وانا الافلام اللي بتخليني اسال السؤال ده كده انا بحبها. من افضل الافلام اللي كان فيها صراع بين البشر وكائنات تانية، كل ده في نهايه العالم. لو لسه ما شفتهاش فانت فايتك كتير بصراحه. والسلسله معانا اللي في المركز الثامن، وهي واحده من انجح الافلام في التاريخ واشهرهم على فكره. افلام اثرت على جيل بالكامل، يمكن انا مش منهم لان انا اتاثرت بافلام تانية وهقول لكم عليها، بس يعني اصبروا عليا بس. هي الافلام الغنيه عن التعريف هاري بوتر. اظن يعني ان انا مش محتاج اتكلم عليها، اي كلام هقوله فهو اكيد اتقال قبل كده، بس دي من الافلام القليله كده ان انت كل فتره تحب ان انت ترجع تتفرج عليها وتستعيد ذكرياتك. نخش بقى على شويه جد كده، والسلسله في المركز السابع، الافلام اللي عملت نقله في الاكشن اللي بيتقدم في السينما، وهي سلسله افلام داي هارد. هي طبعا مش كل الافلام اللي في السلسله بنفس القوه ده اكيد، بس بالنسبه لي الجزء الاول والثاني ويجي بعديهم الجزء الثالث لو كانوا وقفوا عند كده فصدقني كان هيكون احسن بصراحه. لولا الاجزاء اللي جت في الاخر كده انا كنت هحط السلسله دي في رقم اعلى من كده طبعا، بس ما نقدرش ننكر ان افلام داي هارد من افضل افلام الاكشن اللي انت ممكن تتفرج عليها. ولو حد
حد بقى عنده راي تاني فيقوله لي في الكومنتات، ما تقلقوش انا ديمقراطي وبحب كل الاراء، الا لو الراي ده ما عجبنيش غالبا بعمل له بلوك. لا بهزر، اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. نروح بقى للسلسله في المركز السادس، واحده من الافلام اللي بحبها وهحطها في قائمه الافضل افلام شفتها في حياتي، بس الجزء الثالث. انا كده حرقت لكم فيديو من الفيديوهات الجايه اهو. وبالمناسبه لو ما شفتش افضل 20 فيلم شفتهم في حياتي الجزء الاول والثاني، فانا هحط لك الفيديوهات تحت في ديسكريبشن الفيديو اللي هو الوصف يعني، ممكن تبقى تخش تتفرج عليهم بس لما تخلص الفيديو ده. خلينا نتكلم دلوقتي على افلام باك تو ذا فيوتشر. افلام غنيه عن التعريف، الكل بيحبهم. بالنسبه لي يعني ما شفتش ان الجزء الثاني والثالث مستواهم كان بعيد عن الجزء الاول، بالعكس الترولوجي كامله تستحق ان هي تتشاف، وفعلا من افضل الترولوجيز اللي انت ممكن تشوفها. قبل بقى ما نخش على سلاسل افلام التوب 5، ما تنساش ان دي لو اول مره تشوفني اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه، ده في حاله ان انت حابب تشوفني تاني. ممكن بقى تعمل لايك للفيديو وخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. حرفيا انا كنت بقول باقي تك على ال 40000، هو باقي كحه بس، يعني اي حد كده هيكح على زرار السبسكرايب فغالبا هيوصلني ل 40000. قبل ما نخش على التوب 5 في سلاسل افلام انا حابب اتكلم عنها بسرعه كده واديها يعني الاحترام اللي هي تستحق، لان فعلا الافلام دي برضو تستحق المشاهده. ما بحبش اقول تستحق المشاهده. عندنا افلام جيسون بورن من افضل افلام الاكشن الممتعه، اي نعم في اجزاء ما كانتش احسن حاجه بس اجمالا سلسله تستحق المشاهده. ذا ميز رانر لو كانوا وقفوا بعد اول جزء بصراحه ما كانتش هتبقى سلسله، بس كانت هتبقى احسن بكتير. معانا كونج فو باندا، اتفرجت عليها اكتر من مره ودايما الافلام دي بتغير لي المود. افلام جون ويك اللي بتحط معايير جديده للاكشن في السينما، وسينماتوجرافي بيحط كل افلام الاكشن في ورطه، والفيلم الرابع بالمناسبه انا متحقق له نجاح مش اقل من الاجزاء اللي فاتت. افلام اكس مين، بعيدا عن ان انا لسه يعني ما شفتش فيلم لوجان بس هشوفه قريب عادي. افلام ترمينيتور، اول فيلمين متعه مش طبيعيه بس للاسف حلبوا السلسله بعد كده لحد ما حرفيا اتقتلت. ترانسفورمرز فرانشايز تم تدميره، مش عارف لحد امتى هيكملوا فيه بصراحه، بس ما انكرش ان هي من افلام البوب كورن بامتياز. واخيرا ميشن امباسبل، مش محتاج اتكلم عن الافلام دي يعني بتستمر في النجاح وطبعا تستحق المشاهده. نروح بقى للسلسله اللي معانا في المركز الخامس، وهنا سلسله غيرت مستقبل السي جي اي في عالم السينما، اتوقع هتعرفوها، بطوله كيانو ريفز، ذا ماتريكس. الافلام دي قابله لاعاده المشاهده بشكل مش طبيعي. سيبكم من اخر جزء بصراحه لان هو كان تعبان على الاخر، يعني هما تحديدا في الجزء ده نجحوا ان هما يفشلوا، ما نجحوش في اي حاجه تاني. اول 3 افلام كانوا قصه متماسكه وعالم جديد في الفتره اللي نزل فيها في اول الالفينات، كل ده مع بعض كده طلع لنا تحفه اسمها ذا ماتريكس. في المركز الرابع معانا وهي بيفور ترولوجي. اللي بيعجبني بقى في الترولوجي دي ان كل فيلم منهم ليه قصه مميزه عن الجزء اللي قبله، مش مجرد ان قصه رومانسيه بيتم اعاده تدويرها كل جزء وخلاص. احنا شفنا ترولوجي عظيمه، ال3 اجزاء كلهم في مستوى عالي. استنى بس اما القطر يعدي ونكمل. في المركز الثالث معانا باتمان ترولوجي من اخراج كريستوفر نولان، واحد من اعظم المخرجين، يعني بعيدا عن اي حد يقول لك المخرج ده سطحي بيعتمد على السي جي اي وخلاص. مخرج عظيم، ولما جه يعمل افلام سوبر هيرو عمل لنا تحفه اسمها ذا دارك نايت، وانا حاطط السلسله دي تحديدا في المركز الثالث عشان خاطر باتمان ذا دارك نايت. نخش بقى على سلسله الافلام في المركز الثاني، واحده من اهم الافلام اللي بدات في فتره السبعينات، افلام وصلت لمرحله الكمال في الاداءات التمثيليه وتجسيد الشخصيات من ممثلين عظماء. لو عندك مشكله مع الافلام دي فانت يمكن ما فهمتش حاجات كتير موجوده فيها، هو يمكن لازم تكون ملم بشويه تواريخ، ملم بثقافه معينه، لان في اسقاطات في الفيلم كتير انت مش هتفهمها الا لو انت ملم بالتفاصيل دي. عشان اكون صريح معاكم برضو، فانا لسه لحد النهارده بتفرج على الافلام دي وفي حاجات انا مش فاهمها، فطبيعي يعني ان ده يحصل، اصل الفيلم مش موجود على اي ام دي بي كده يعني كتاني اعلى فيلم تقييم من فراغ. كده بقى وصلنا للحظه المنتظره، افضل سلسله افلام اتفرجت عليها في حياتي لحد دلوقتي، بس ما اعتقدش ان هيجي حاجه هتعلي عليه. لو عارفني من زمان فانت عارف انا هقول ايه دلوقتي. طبعا السلسله الامتع بالنسبه لي والافضل في تاريخ السينما، ايوه هي لورد اوف ذا رينجز. انا الافلام دي كده بعيدها كل سنه 3-4 مرات، ما بعدهمش بصراحه، من اعظم القصص اللي اتكتبت في عالم السينما، ثلاثيه عظيمه وما اعتقدش ان هيجي افلام تانية تقدر ان هي تعلي عليها. بعد ما وارنر بروز اعلنت ان هم هينتجوا افلام جديده لورد اوف ذا رينجز، احنا لسه ما نعرفش عنها اي تفاصيل. انا مش هقول ان انا عايزها تبقى احسن لان ده فعلا صعب، بس اتمنى ان على الاقل يكون في منافسه. هي الصراحه فكره ان هي تبقى احسن فدي شبه مستحيله يعني. وبكده ما تبقاش غير حاجه واحده بس في الفيديو، ان انت تقول لي افضل سلسله افلام اتفرجت عليها في حياتك انت ورايك انت، سيبك بقى من التقييمات وسيبك من كل حاجه. احنا هنا قناه الحريه، هغير لكم اسم القناه بدل علاء اسماعيل لقناه الحريه، كل واحد يقول رايه يا جماعه عادي. المهم بقى لو انت وصلت لهنا في الفيديو فاحب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، لا بجد يعني انا بشكرك. لو حبيت المحتوى ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده بقى لو حابب تشوفني تاني. ما تنساش طبعا ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. انا علاء اسماعيل نون از موفي هاسلر، لو حابب ان انت تتابعني بنزل محتوى بشكل يومي على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، موجود هناك بنفس الاسم، وهسيب لكم اللينك برده تحت في الديسكريبشن. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.